في البداية أحبائي في عندي فروجة بدي أقطعها، وبنصحكم تقطعوها بهاي الطريقة لأنها سهلة كثير وما بتاخذ معكم وقت، ماكسيموم دقيقتين بتكون خالصة عندكم. هاي الشقفة بدي احتفظ فيها استخدمها للشوربة أو لطبخة ثانية. وهيك خلصنا من تقطيع الفروجة، ننتقل على الخطوة التالية. المكونات أحبابي، في عندي كيلو رز بسمتي حبة طويلة مثل ما تكون شايفينه، بدي أغسله وأنقعه ربع ساعة قبل الطبخ. في عندي هون حبة بصل مقطعة بهذا الشكل وثلاث سنون توم. وبالنسبة للزيت بدي استخدم كمية قليلة من الزيت. وعندي هون البهارات الصحيحة، في عندي فلفل أسود، البسبار أو القرنفل كيف ما بتحبوا تسموه، معلقة طعام ملح، بهارات مشكلة، شي 8 حبات هيل، في عندي عودين قرفة. بإمكانكم تضيفوا أي بهار أنتم تحبوه. خلينا نروح على طريقة التحضير. بسم الله. بدي أضيف البصل والثوم أول شي. بدي أضيف البهارات. بضيف قطع الفروج لتاخذوش تحمير خفيف وتاخذ كمان من نكهة البهارات. بدي اضيف ضعف كمية الرز مية ساخنة وزيد عليه كمان نص مكيال لانه بدها تبخر اثناء الطبخ. طبعا انا بدي اطبخ الرز بمرقة الفروج، والرز اللي عندي نوعيته اللي ياخذ الكيل بمكيالين. طبعا كل نوعية رز بتختلف عن الثانية. وبدي اغطي عليها لمدة نص ساعة تقريبا حد ما تستوي عندي منيح. هلا تقريبا صار نص ساعة واستوت معي قطع الفروج بشكل جيد. بدي اطلعهم وبدي كمان جهز لهم تتبيلة مشان حطهم بقلب الفرن لمدة تقريبا شي 10 دقايق. مكونات التتبيلة يا حبايبي، عندي كزبرة، ماجي بودر، فلفل أحمر، ثوم بودر، ملح، رب البندورة، وزيت. وهلا بدي ادهن قطع الفروج من هي التتبيلة وبعدها ادخلها على الفرن على درجة حرارة 200 بس لتاخذ وش التحمير. طبعا فيكم تحطوا تتبيلة ثانية او تستغنوا عن هي التتبيلة وتحطوهم دغري بالفرن، بس هي الخلطة بتعطي لون كثير حلو وبنفس الوقت طعم رائع بنصحكم فيه. وهلا بدي صفي مرقة الفروج مشان اطبخ فيها الرز. طبعا مثل ما قلت لكم الكيل بمكيالين، عندي مكيال رز بحط له مكيالين مي. هذا نوعية الرز اللي عندي بيتطلب هالقد. ما راح اضيف له اي نقطة زيت لانه دسم الفروجة بيكفي. اذا بتحب تضيفوا زيت هذا الشي حسب رغبتكم، بس انا بلاقي الزيت اللي فيها هيك بدي اغطيها واخليها على درجة حرارة اكثر من الوسط وشوي حد ما ينزل عندي المي 2 سنتي عن مستوى الرز، وبعدين بدي اضيف عليه الالوان.
هاي الألوان بإمكانكم تطلبوها عن طريق الإنترنت، وللمقيمين بأوروبا بإمكانكم تلاقوها عند معركة الأديكا أو عند المحلات الهندية، وللمقيمين بالبلدان العربية بإمكانكم كمان تلاقوها عند العطارين أو بالمولات الكبيرة. وهي الألوان متوفرة منها في السائل والبودرة والمعجون مثل هي. طبعا هاي الألوان هي نفس اللي يستخدموها لتزيين الكيك وصالحة للأكل، بس حاولوا كمان ما تكتروا منها، حطوا نتفة صغيرة مثل ما نكون شايفين لأنه بتعطي لون كثير. وهلأ بدي غطيها بكيس النايلو بهي الطريقة مثل ما نكون شايفين، وبخليها 10 دقايق طبعا على أوطى درجة حرارة عندي. هيك يطلع عندكم الرز مفلفل ويطلع شغل على أصول. هلأ بعد مرور 10 دقايق استوى عندي الرز، شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله. بدي اشيل الرز اللي اخذ الالوان. طبعا بامكانكم تخلطوا الرز كلياته مع بعضه، وبامكانكم تخلوه بس تحطوه الرز الملون على الوش حسب رغبتكم. انا بدي احطه بس على الوش من فوق. هاي الكبسة أحبائي تناسب كثير العزومات والأفراح وإذا جوكم ضيوف، لأنها عن جد شي بيفتح العين من الآخر. طبعا بالوقت الحاضر ما في لا عزومات ولا ضيوف، والناس كلها خايفة من بعضها. نسأل الله يرفع عنا البلاء وترجع الناس لسيرتها الأولى مع الأخذ بالعبرة. اللهم حسن الخاتمة لنا ولكم، وخليكم بالبيت أحبائي. شوفوا لي كيف أحبائي طلعت عندي قطع الفروج بعد وش التحمير، شكل ومذاق ولا أروع. وهيك أحبابي خلصت حلقتنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو بتمنى منكم تجربوا هاي الطريقة وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ويا ريت إذا قدرتوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لنوصل 1000 مشترك بكون كتير ممنون لكم. بإذن الله بنلتقي في فيديو جديد وأكلة جديدة، ودمتم في رعاية الله وسلام، وخليكم بالبيت مرة ثانية أحبائي.